تبدأ القصة بولد صغير اسمه أندرو قاعد في الحديقة بيغني ويلعب بلعبته المفضلة اللي اسمه مستر شكل. أم أندرو بيجيلها مكالمة تليفون ومش بتركز مع ابنها. في نفس الوقت أندرو بيشوف واحد شبه مستر شكل ومستخبي ورا شجرة. أندرو بينده لأمه وبيشاور عليه، لكن هي كانت مشغولة في المكالمة وبتزعق للراجل ما يتصلش بيها تاني. لما خلصت المكالمة بتبص على ابنها لكن ما لقيتهوش وعمالة تنده عليه ومحدش بيرد عليها. بيتضح ان أندرو دخل الغابة يدور على مستر شكل وبينادي عليه. مستر شكل واقف ورا شجرة بيرفع ايده لأندرو وأندرو بيروح له، لكن بيجي من وراه حاجة غريبة وبتتحرك بسرعة ناحيته. بعد ساعات الشرطة بتيجي تدور على الولد، وللصدفة أبو أندرو بيكون ظابط معاهم. واحد من الضباط بيلاقي لعبة مستر شكل وقع على الأرض وبيلاقي حاجة تانية. الظابط بيوجه الكشاف ناحيته واتضح إنها جثة الولد الصغير. أبو أندرو بيجري عليه لكن الضباط بيمنعوه عشان البصمات. بعدها بيجي ضباط من الاف بي اي، واحد اسمه فوكس والتانية اسمها دانا، بيوصلوا الغابة عشان يحققوا في القضية. رئيس الضباط بيوريهم مكان مسرح الجريمة وبيوضح إن الولد اتعرض لهجوم عنيف. دانا بتراجع ملف القضية، بتلاحظ الطبيب الشرعي كاتب سبب الوفاة هو إصابة للقصبة الهوائية وكسر في الفقرات. رئيس الضباط بيقول لهم إن ده هجوم من حيوان مفترس وهو ده اللي موت الولد، ومستغرب من وجود الاف بي اي في حادثة زي دي. بيوضح لهم إن الجهة الوحيدة اللي لها سلطة على التحقيقات هي الشرطة، ووجود الاف بي اي مش مرحب بيه. فوكس بيقول لهم إن القاتل ممكن يكون ديب أو أي حيوان أو كلب اسود ضخم بيحرس بوابات العالم السفلي. دانا بتوضح إن الاف بي اي شكل اللي حصل هو جريمة قتل، وبتوريهم ملف لسفاح جرائم عمره في الثلاثينات عايش قريب هنا وله نمط مشابه في طريقة القتل، وبتوضح لهم إن الشخص ده عرف مواعيد وجود الولد. فوكس بيطلب منهم يوروه جثة الولد ورئيس الضباط كان محتار. دانا وفوكس بيروحوا للعربية ودانا بتسأله عن حاجة غريبة في المنطقة. فوكس بيوضح لها إن زمان حصلت حاجة غير طبيعية في المدينة، وكان في قبيلة متهمة بممارسة السحر بمساعدة الشياطين، وفي ست اتحرقت لوحدها قدام الناس. بنعرف ان دانا عندها خبرة في الطب وبتفهم فوكس ان قصته ما تتصدقش وان مفيش حد يتحرق من نفسه، وبتقول له ان الست اللي اتحرقت كانت ضحية اضطهاد ديني. لكن فوكس بيأكد لها ان في ناس في المدينة بيمارسوا السحر الاسود واكيد ليهم يد في موت الولد الصغير. فوكس ودانا بيوصلوا للمشرحة وبيستعدوا لتشريح الجثة. بتلاحظ ان في اصابات في الرقبة وان الجزء السفلي من البطن اتقطع بالكامل، وان بالفعل زي ما الضباط كتبوا في الملف ان القصبة الهوائية والفقرات متدمرين. فوكس بيلاحظ مادة غريبة شبه الملح على رجل الولد. بيراجع الملف ان يكون حد كتب حاجة عن المادة الغريبة لكن ملقاش حاجة مكتوبة. فوكس بيعرف ان ابنة رئيس الضباط كانت موجودة في الحديقة وقت الحادثة. في نفس الوقت الناس في البلدة بيتجمعوا عشان جنازة الولد الصغير، وأم الولد حزينة لأن الجنازة معمولة وجسد الولد مش موجود. رئيس الضباط بيتكلم مع أم الولد بيعزيها ويحاول يخفف عنها، والضباط التانيين بيتكلموا إن الاف بي اي بيشكوا في وجود سفاح في المدينة وممكن يكون قتل الولد الصغير. بنشوف البنت الصغيرة اللي كانت موجودة وقت الحادثة. فوكس بيكلمها وبيحاول يعرف معلومات منها. البنت بتوضح له لما كانوا في الحديقة شافت الولد الصغير راح بعيد للغابة. البنت كانت بتتفرج على التلفزيون وبتطلب من امها كوبايه عصير. فوكس قام يتفرج على المكتبه وانتبه لوجود كتاب قديم بيتكلم عن السحر والسحرة، وفجأة التلفزيون بيظهر فيه برنامج موجود فيه شخصية مستر شكل وهو عمال يغني ويرقص. البنت بتقول لهم انها شافت مستر شكل كان موجود في الحديقة قبل ما الولد الصغير يموت. بنروح لمركز الشرطة. الضابط ابو الواد بيدور في الداتابيز عن اي مجرم مدان في حوادث للاطفال قبل كده، وبيلاقي واحد اسمه بيتر. الضابط بيشك ان الراجل ده هو اللي قتل ابنه. دانا بتروح لمكتب رئيس الضباط وبتبلغه بالنتائج اللي وصلت ليها. بيروحوا سوا يكلموا الضابط ابو الواد لكن مش بيلاقوه، ولما سالوا عنه ضابط تاني قال لهم انه لسه خارج حالا وهو مستعجل. بيطلعوا بره القسم وبيلاقوه راكب العربيه وبيجري بيها. دانا والضابط ركبوا عربيه وبيحاولوا يلحقوه. الضابط بيبلغه يقف مكانه لكن هو مش بينفذ الاوامر. ابو الولد بيوصل لبيت الراجل المدان وبيهجم على البيت بسلاح وبينادي عليه لكن هو مش موجود. الرئيس ودانا بيوصلوا للمبنى بيلاقوا الضابط متعصب جدا لانه مش بيلاقي الراجل في البيت. في نفس الوقت فوكس كان في الغابه بيتمشى في مسرح الجريمه وبيدور على اي دليل تاني. فوكس بيكلم دانا بيعرفها بمكانه لكن بيشوف كلب اسود مخيف بيبص عليه من مسافه بعيده. دانا بتقول له يجي للوكيشن اللي هي فيه لان في مشاكل بتحصل. فوكس بيوصل عندها وبيدور في بيت الراجل على اي دليل يثبت ان هو متورط في جريمه القتل. بيلاقي صور كتير للراجل وهو شغال مهرج، وله صور مع اطفال في حفلات اعياد الميلاد. فوكس بيفتح باب دولاب بيلاقي قرد محبوس في قفص عمال يتنطط، وبيلاقي قناع لمستر شكل موجود في المكان وجزم شكلها غريب بتاعت المهرجين.
في نفس الوقت البنت الصغيرة بنت رئيس الضباط عمالة تتفرج على الكرتون اللي بتحبه، وامها كانت بتحضر الغدا، وفجأة البنت بتشوف عند الباب شخص شبه الكرتون اللي بتتفرج عليه. البنت بتقول لها تقفل التلفزيون، ولما لقت انها مش بترد راحت تشوفها لكن ما لقيتهاش وكان الباب مفتوح. بعدها فوكس ودانا لقوا جثة في الغابة، واتضح انها جثة البنت الصغيرة واتقتلت بنفس الطريقة اللي الولد مات بيها. دانا متضايقة جدا لانها كانت بتكلم البنت الصبح. البنت بتجري على بنتها لكن جوزها قدر يحتويها ويهون عليها، لكن هي بتلومه على اللي حصل لانه ما قبضش على القاتل. فوكس بيقرب من الجثة وبينتبه برضه لوجود ملح حوالين الجثة، وبيتأكد ان في حد بيستخدم السحر. فوكس بيقول لدانا ان في دايرة سحرية اتعملت عند الجثة بيستدعوا بيها الارواح والشياطين، وبيعرفها ان لما الساحر بيقول تعويذ بيستخدم الملح عشان يحميه منهم ويقدر يتحكم فيهم، وان خلال القرن ال16 السحرة كانوا بيستخدموا السحر، والارواح الشريرة اللي بيستدعوها كانت بتتجسد في شكل حيوانات، واحيانا كانت بتتجسد في شكل البشر، وده على حسب السحر المستخدم. فوكس وهو بيتحرك بيكتشف جمجمة بشرية قديمة تحت رجله، وده بيأكد كلامه ان في سحر استخدم في المكان واستخدموه عشان يستدعوا الشياطين في الغابة. بالرغم من كلامه لكن دانا مش مقتنعه ان السحر هو اللي ورا الجرايم اللي حصلت. في نفس الوقت الراجل اللي بيشتغل مهرج راجع بيته بيتفاجئ بالظابط ابو الواد مسكه من رقبته ضربه واتهمه ان هو قتل ابنه. فوكس بيروح لرئيس الضباط وبيتكلم معاه ان اللي بيحصل له علاقه بالسحر وان الشخص المهرج ملهوش دعوه. فوكس بيشك ان الرئيس قفل قضيه الولد الصغير لانه عارف ان الموضوع له علاقه بالسحر. بيواجه الرئيس بكلامه وبيخليه يعترف له انه كان في علاقه بام الولد اللي مات وانها كانت عايزه تنهي العلاقه، لكن هو رفض وبيبدا ينهار ويلوم نفسه ان هو السبب في موت بنته. فوكس بقى يشك ان في حد عمل لعنه في البلد وفتح ابواب الجحيم. في نفس الوقت ابو الولد اللي مات نازل ضرب في المهرج وبيتهمه ان هو قتل ابنه، لكن الراجل بيدافع عن نفسه وانه ما قتلش حد. الضباط بيحاولوا يمنعوه من ضرب الراجل لكن هو بيرفض، وفجأة كل الناس هجموا على المهرج نزلوا ضرب فيه وبيتهموه ان قتل طفل بريء. باقي الضباط وصلوا وبيفرقوا الناس لكن هم لسه بيضربوه. فوكس طلع مسدسه وضرب طلقه في الهواء وقدر يبعدهم عنه. الضابط ابو الواد وقف على جنب بيقرر يطلع مسدسه وقام ضرب بيه المهرج في راسه والراجل مات. بعدها بياخدوا الضابط للمحكمة والقاضي بيحكم عليه بدفع كفالة بالرغم ان الجريمة كانت قدام الناس كلها. بعد ما المحاكمة خلصت فوكس ودانا بيطلعوا وفي ضابط نده لهم. الضابط وراهم مستندات بتثبت وقت ما الولد الصغير مات ان المهرج كان في حفلة عيد ميلاد بره المدينة ب50 كيلو، وده معناه ان المهرج كان بريء. الضابط ابو الواد بيروح البيت بيقابل مراته وبيواجهها بخيانتها مع رئيس الضباط. الست بتطلب منه يسامحها لكن هو بيرفض طلبها. ام الولد بتخرج من البيت وهي حزينة جدا، بتركب عربيتها بسرعة وفجأة بيظهر قدامها شبح لابنها. الست بتحاول تفاديه والعربية بتاعتها بتقلب بيها بقوة. في نفس الوقت الضابط ابو الواد اللي مات بيروح وهو غضبان لبيت رئيس الضباط، بيكسر الباب ويدخل وبينادي على رئيس الضباط، لكن فجأة بيظهر وراه شخصية مستر شكل وبيختفي تاني. الراجل بيشوفه في التلفزيون وبيروح يدور عليه لكن بيلاقي بره على الباب رئيس الضباط كان وصل وبيوجه سلاحه عليه. فوكس ودانا بيروحوا لبيت رئيس الضباط لكن بيلاقوا ابو الواد هو كمان مات. رئيس الضباط بيهرب عربيته ولقى عربية الست اللي عملت حادثة، نزل يشوفها لكن لقى حد شبهها ماشي في الغابة. يروح بسرعة وراها ومش بينتبه انه جثتها كانت واقعة جنبه. فوكس ودانا بيوصلوا لمكان الحادثة وبيدخلوا جوه الغابة بالكشافات. في نفس الوقت رئيس الضباط بيكمل بحثه عشان يلاقي ام الولد، وفجأة بيلاقي مراته جوه في الغابة واقفة في نص دايرة حواليها شموع وملح وماسكة كتاب في ايديها. بتقول له ان هي هتنهي اللي بدأته وانها تنتقم منه من خيانته. بتقول التعويذ وبتقدر تستدعي شيطان اتجسد في شكل كلب اسود ضخم. الكلب هجم بقوة على جوزها وقتله. بعدها فوكس ودانا لقوا مرات رئيس الضباط واقفة فوق جثة جوزها، بيروحوا بسرعة عندها والكلب الشيطان كان مستخبي. فوكس بيحاول يقنعها تسيب الكتاب لكن هي بترفض وبتقرر تعمل تعويذة تانية خلت النار تولع فيها وتموت هي كمان، والكتاب اللي فيه التعويذ بيتحرق معاها وفيه صورة الكلب الشيطان. الشرطة بتوصل لمكان الحادثة ويشوفوا الناس اللي ماتوا، وبنتفاجئ ان دانا بتدي لظابط الكتاب السحري وانه بشكل ما اتحرقش. دانا بتطلب من فوكس يمشوا من البلد احسن حاجة تانية تحصل. بيركبوا العربية ويمشوا، وفي نفس الوقت المرجيحة اللي كان الولد الصغير بيلعب عليها بتتحرك من نفسها.